السلام عليكم. تفجرت فضيحة اختلاسات مالية جديدة بإحدى المؤسسات البنكية الخاصة على مستوى الرباط المنزه، همت مبلغا إجماليا ضخما قدرته المصادر بحوالي 1,900,000,000 سنتيم. وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل أن الأبحاث الأولية تسببت في إحالة 7 أشخاص على التحقيق، بينهم أطر بنكية. جرى اعتقال 4 منهم ومتابعة الباقي في حالة سراح في انتظار متابعتهم بجرائم مثل الاختلاس وتبديد الأموال، بالإضافة إلى جنح التزوير في مستندات بنكية. وضمن تفاصيل مرتبطة بالملف، أفادت الجريدة بأن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتحديدا الفرقة الجهوية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية، أحالت بحر الأسبوع الماضي 7 أشخاص، بينهم أطر مالية تشتغل بإحدى المؤسسات البنكية المركزية على مستوى الرباط المنزه، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس أموال ضخمة من البنك المذكور. وأكدت أن المشتبه بهم ال7 مثلوا بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع 4 منهم السجن على ذمة التحقيق، بينهم شقيقان، فيما قرر متابعة 3 أشخاص في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالاختلاس وتزوير مستندات بنكية. وحسب معطيات الملف، اكتشفت لجان تفتيش تابعة للمصالح المركزية بالمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء ثقوبا واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية كبيرة بالرباط المنزه، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي بولاية أمن الرباط على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع كل الأطر البنكية التي حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال خاصة بشكل مباشر كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية. كما تم الاستماع لعدد من المستفيدين من التحويلات المالية المشبوهة. وتفيد معطيات الملف بأن التفتيش الداخلي وتحريات الشرطة عرى عن تجاوزات جد خطيرة في مالية البنك، عكستها تفاوتات بين المبالغ المودعة والمسحوبة خلال فترات زمنية محددة ومقارنتها بالمبالغ المدونة في السجلات. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.